هو يوم القيامة هيعدي بسرعة على المسلم ولا لأ؟ أولا كده لازم تبقى عارف إن يوم القيامة طوله 50,000 سنة، يعني أنا وأنت والناس كلها هنكون واقفين على رجلنا 50,000 سنة، والشمس هتكون المسافة ما بينها وما بين دماغنا ميل واحد. يعني حضرتك أهو والشمس أهي. شوف بقى كمية الناس اللي بتعرق وبتسيح واللي بيقع على الأرض. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن هيمر عليه يوم القيامة كصلاة ظهر أو عصر، يعني أكنك صليت الظهر هيكون اليوم ده عدى ويكون حضرتك في الجنة إن شاء الله. المؤمن ده بيكون نجح في اختبار الدنيا، كان بيصلي وبيقرأ قرآن واختار الآخرة عن الدنيا، نجح في كل الاختبارات، فكل حاجة أنت سمعتها عن يوم القيامة هتعدي على المؤمن هوا. لكن الغير مؤمن هيحس بكل ثانية من 50,000 سنة. كان ناسي ربنا في الدنيا، كان ناسي إن في حاجة اسمها يوم الحساب اللي هو واقف فيه دلوقتي وبيتمنى إنه يرجع. كان ناسي كل ده، كان فاكر كل ده مش هيحصل، كان فاكر اللي هو أنا مسلم، أنا كده كده داخل الجنة. كان شاري الدنيا عن الآخرة، خلاص مفيش هروب. هو ده اليوم اللي كل مخلوق على وجه الأرض هيدفع الثمن. صلى على سيدنا محمد.